بحيث بنحضر نفسنا للمباراه النهائيه ان شاء الله. اتفضل. اتفضل. الله يبارك فيك. لا هو اكيد في تنوع ما بين جاهزيه بعض اللاعبين وبعض اللعيبه المرتاحه، ويمكن شاركوا في الفتره الاخيره زي عبد الله السعيد، وكان جاهزيتهم وتحضيرهم بحساباتنا للبطوله العربيه في الادوار النهائيه. فاكيد طبعا يمكن القرارات اللي احنا خدناها وزي ما قلت قبل كده يمكن البعض بيتناسى وبرضه ما بيفتكرش اللي احنا بنقوله، لكن بيتكلم في وقت الحدث بشكل غريب جدا. لكن احنا قلنا احنا بنريح بعض اللعيبه، وفي لعيبه ما كانتش بتلعب بشكل مستمر، فجاهزيتها بالاشتراك في البطوله العربيه هيبقى لمصلحتنا. لكن انا بقول اللعيبه جاهزه بشكل كويس، وفي لعيبه انا مش راضي لسه على جاهزيتها، لكن وجودها في الملعب مهم. الفترات اللي بتبقى موجوده في الملعب بتبقى مؤثره جدا، لكن اكيد طبعا دي شيء خارج عن ارادتهم، لان في بعضهم كان مصاب طبعا. اتفضل. كابتن بيقول لك طبعا الف مبروك النهارده. الله يبارك. ولكن توقعت النهارده ان يكون سموحه بالسهوله دي. النهارده كان واضح ان مفيش اي مراقبه لمفاتيح النادي الاهلي، كان لعيبه النادي الاهلي بتلعب ارتياحيه كبيره قوي النهارده، وشايف ان النادي الاهلي من الدقيقه 70 اكتفى ب 4-0، كان ممكن ان هو يزود النتيجه اكتر من كده. لا هو خلينا نقول يعني هو سموحه بيفكر في المباراه، ويمكن تفكيره في المباراه وفي بدايه المباراه ان هو يباغت بالناحيه الهجوميه على اساس يعني يقلل ضغطنا الهجومي، يبقى لكن ده طبعا ما قللش من ضغطنا الهجومي، بالعكس بنفس الفكر اللي احنا كنا هنبتدي بيه المباراه. لكن زي ما انا بقول، ما انت في البدايه فرقه سموحه كانت بتحاول برضو تباغت بالناحيه الهجوميه وتحاول تضغطك، في نفس الاوقات انت كنت طبعا بتضغط عليهم، وفي فرص كانت ليك انت واضحه، عكس محاولاتهم طبعا اللي كان فيه تعامل في التمركز وفي الزياده العدديه وفي الضغط من لاعبي النادي الاهلي بشكل جيد، فعشان كده ما بانتش الخطوره بتاعتهم. لكن هي زي ما انا بقول لازم تحترم فكر اي فريق وتتعامل معاه. هو حاول بفكره، لكن لعيبه النادي الاهلي اتعاملت معاه بشكل جيد، وزي ما انا بقول يمكن كان في توفيق في الفرص، عدم توفيق قصدي في الفرص اللي جت في الاول، لكن بعد كده الفرص استغلناها بشكل كويس واحرزنا هدفين. لكن فرقه سموحه لا مش سهله، انا مش معاك، احنا كنا كويسين. يعني فرقه سموحه ما نقدرش نقول عليها ان هي فرقه النهارده سهله، لا احنا كنا كويسين في الشوط الاولاني وتعاملنا مع المباراه بشكل كويس مع فريق كبير وفريق محترم يعني. الله يبارك فيك. عايزين نسال حضرتك ازاي هتواجه دور حسام حسن وشجاعه ونشاط شباب الفريق المصري اللي هم بورسعيد كلها بتنتظر الفوز على الاهلي والحصول على الكاس، ازاي هتواجه؟ انت هتواجه فريق مميز، فريق المصري، واذا كنت بتقول فريق عنده حماس، لابد كل الاعتبارات تبقى في حساباتنا وبنحترمها واحنا بنحضر للمباراه وناخد قراراتنا الصح. مش هقول لك اكتر من كده. لا انا تملي لا اتفق معاك ان تقول اخفاق حارس مرمى، سيبك من الاسماء يعني، خلينا نتكلم، لان انا بقول احنا فرقه كره القدم وفرقه جماعيه، واي نتائج ايجابيه بتحصل احنا كلنا مسؤولين عنها وبنبقى مشاركين في الايجابيات دي، واي سلبيات بتحصل كلنا بنبقى مشاركين عنها. لكن ما اقدرش اقول اخفاق. الشناوي حارس مرمى مميز، واذا ما كانش مميز ما كانش عندي هيبقى ثقه فيه ان انا اديله البطوله العربيه ويلعب في البطوله العربيه. لكن انا عندي حراس مميزين، احمد عادل حارس مميز، الشناوي حارس مميز، شريف اكرامي حارس مميز، وهي بتبقى فترات وقرارات خاصه بمراحل. لكن اخفاق لا، انا مش موافق، لانهم كلهم مميزين وكلهم قادرين ان هم يبقوا حراس النادي الاهلي يعني. اتفضل. الله يبارك فيك. الله يخليك. ليه علاقه بالمباراه وليه علاقه بالاخبار؟ يعني النهارده غياب حسام غالي، هل ليه علاقه بالاخبار الدولي؟ لا انا بتعامل مع المباراه، وحسام غالي لعيب مهم جدا ولعيب كبير. ويا جماعه تملي انا بقول يعني برد على تملي
اكثر رد ممكن يتقال يوم ما فكرت في مباراه الزمالك ولعبت مباراه الزمالك ومباراه مهمه جدا غير مباراه الزمالك، وكان حسام غالي بيبتدي، لكن زي ما احنا عارفين حسام الفتره اللي فاتت كان في شكوى من العضله الخلفيه، وكان في فتره تاهل، وكنا حتى في مباراه الفيصلي تجنبنا ان احنا نحط حسام غالي تحسبا لو وصلنا للنهائي على اساس انه يبقى جاهز للنهائي. لكن حسام غالي لسه برضو يعني مش 100% هو سليم، لكن ممكن كان بيبقى في ريسك، لكن لو كان ممكن النهارده استخدمه، لكن انا خلصت المباراه وقتلت المباراه، فاعمل ريسك ليه؟ يعني اعمل ريسك ليه ان انا استخدم حسام غالي وعندي شكه؟ انت بتبتسم لكن هي دي الحقيقه، عشان ما تبتسمش هي دي الحقيقه يعني. وانا واضح في كلامي يعني. الله يبارك فيك، متشكرين.